قصة اليوم عن أجمل ضابطة في الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الجميلة مارلين. وزي ما حضراتكم عارفين في حروب بتتخاض بالسلاح، وفي حروب أخرى بتتخاض بالإغراءات والجمال. بوحدة سرية داخل جيش الاحتلال تم اختيار مجموعة من المجندات مش على أساس الكفاءة العسكرية، ولكن على أساس الجمال والإغراء والجاذبية. ومن بينهم مارلين اللي سموها داخل المعسكرات صاروخ الإغراء، ومهمتها مش القتال على الإطلاق بل كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين وانتزاع الاعترافات بأي وسيلة. ولكن الخطة ما مشيتش زي ما كانوا متخيلين. مارلين دخلت الزنزانة بكامل زينتها بابتسامة مدروسة ونظرات محسوبة، لكنها اتفاجئت اللي جنود القسام ما رمشوش حتى عليها، ورغم نظراتهم اللي كانت ثابتة وصامتة والجنود كأنهم شايفين قدامهم شبح مش إنسان، في لحظة بقى انقلبت الآية، واللي كان مفروض تكسرهم اتكسرت هي من جوه. مارلين اعترفت لاحقا: كنت فاكرة نفسي سلاح، ولكن اكتشفت انه مجرد ورقة محروقة في لعبة قذرة. مكانش حد شايف وجعي ولا سامع صوتي، كنت بنفذ اوامر وبتمشى على خطوات مرسومة، وللأسف كنت فاكرة ان انا اللي برسم الخريطة، وكل اللي حواليا كانوا لابسين وشوش، وانا الوحيدة اللي داخل اللعبة بوشي الحقيقي. وساعات كتير ما كنتش بحس اني ضابطة في الجيش، كنت فاكرة نفسي فارس. طلعت قلبي بيدق وبيتحرك علشان غيري يكسب المعركة، زي لعبة الشطرنج بيحركوني بايديهم زي ما هم عايزين. ماليش اسم بيتقدم علشان يتضحى بيا، انا ما كنتش القائد، انا كنت الحركة اللي تاني يوم محدش فاكرها. فاكرة كل وش ضحكلي وهو بيطعني في ضهري، فاكرة كويس اول وعد واول خيانة لبستها زي ما بلبس البدلة العسكرية. انا ما نسيتش، انا فاكرة كل حاجة، بس كنت ساكتة علشان ما ضيعش كرامتي. انا فاكرة كل حاجة، فاكرة الوشوش اللي ضحكتلي وهم بيخططوا لدفني وانا واقفة، فاكرة اول مرة صدقت واول مرة انهزمت وانا مبتسم. حتى لما سكت كان جوايا صوت بيصرخ: انت مش بتنسي، انت بتوجعي بصمت. انا كنت نقطة في جملة ما كتبتهاش، وبدل ما اكون انا شاهد كنت انا الجريمة. بس لحد كده كفاية، لان السكوت ما عادش امان، والصمت بقى خنجر تاني في ظهري، واللي استغلني هيشوفني بس المرة الجاية مش ضحية. المرة دي انا المراية اللي هتكسفهم من نفسهم. وياريت لو اول مرة تعرف المعلومة دي تابع قناتي علشان تعرف معلومات اكتر.